السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الكرام، دمتم بخير مما كنتم. أنا سناء إدريس وقصتنا قصة. على الرغم من أنه كان واضح لرفاق الحزب الشيوعي أنه انسلاخ الطائفة الختمية لم يؤثر بالشكل المطلوب على بنية وقاعدة الحزب الشعبية الحزب الوطني الاتحادي، وإنهم لن يستطيعوا أن يصلوا إلى أهدافهم بالصورة المطلوبة في إضعاف حزب الوطني الاتحادي، لذلك سارعوا في القرار بالتحالف مع حزب الشعب الديمقراطي والاستفادة من تسخير جماهيره وجماهير الطائفة الختمية في مساندة الحزب الشيوعي ودعم برنامجه السياسي. عشان نعرف تفاصيل أكثر خليكم معي. ولكن قد فات على أعضاء الحزب الشيوعي أن هناك فرقا كبيرا بين القاعدة الشعبية للطائفة التي تحتضن الثقافة الدينية والثقافة الشعبية التي كانت سائدة في ذلك الوقت، وهي ثقافة شعبية ليست مرتبطة فقط بالبناء الطائفي وتخدم مصالحه، وإنما هي ثقافة شعبية استطاعت أن تكسب وعي جديد من خلال الخطاب السياسي الجديد، واللي أنتجه الطبقة الوسطى الجديدة في المجتمع، وأصبح الأعلى صوت من صوت جماهير الطائفة. ولكن جماهير الطائفة واللي تحالف معاها الحزب الشيوعي هم الذين كانوا على قناعة إن الشيوعيين ملحدين وإنهم أعداء للدين ويحرم التعامل معهم ويجب تجنبهم. هذا الاعتقاد الشعبي شكل حماية طبيعية للقاعدة الشعبية للطائفة، بعيداً عن المناورات السياسية والتكتيك اللي كانت بتقوم به بعض القيادات من وراء جماهيره أو محاولته لتغييب الوعي الجماهيري وخلق حالة ضبابية لا يسهل فيها معرفة الحقائق، حيث كانت للقيادة خطابان. الأول خطاب سياسي كانت بتستهدف به الاستهلاك السياسي اليومي من أجل كسب تكتيكي في صراع مع القوى الأخرى، وهو موجه تماما إلى القوى ذات التأثير المباشر في الحراك الاجتماعي والقادر على الفعل السياسي والمؤثر، فعل سياسي مؤثر. أما الخطاب الثاني كان موجه للجماهير وملتزم بثقافة الشعبية وكان مليء بالروحانيات، وهو خطاب أقرب للخطاب الديني منه لأنه يكون خطاب سياسي. وكان الشيوعيون مستوعبين لتلك الثقافة ورأي جماهير الطائفة فيهم، يعني هم كانوا عارفين، ولكنهم أصلا كانوا عايزين الحشد وليس الوعي، باعتبار أن الهدف كان تمزيق الحزب الوطني الاتحادي من جانب واستغلال جماهير الطائفة من جانب آخر. وقد كان الشيوعيون يتصرفون عكس خطاباتهم السياسية المعلنة، حيث كانوا ينادون بعلمانية الدولة ويناصرون الطائفية التي تتبنى الدعوة لقيام الدولة الدينية، ويعادون في نفس الوقت كانوا بيعادوا الحزب الوطني الاتحادي، واللي كانت أقلبيته أو أقلبية قياداته في ذلك الوقت بتؤمن بعلمانية الدولة. يقول جراهام توماس: خلال شهر واحد من الاستقلال شكل الزعيم الأزهري حكومته ضمن وزراء من حزب الأمة من بين وزرائها، ثم تبع ذلك تطورات مثيرة، إذ كان رئيس الوزراء إسماعيل الأزهري يحبذ نظاماً علمانياً للدولة، ولكن السيد علي المرغني لم يوافق على ذلك. كان ما يقع عجيباً بالفعل، فبعد عقدين من الاختلاف بين الزعيمين الدينيين السيد عبد الرحمن المهدي والسيد علي المرغني،
ها هما يقتربان من بعضهما ويبذلان ضغطا مشتركا على الزعيم الأزهري. وبدأ الأزهري كان أكثر ميلا إلى الاستقرار والهدوء بعد تشكيل حزب الشعب الديمقراطي في يونيو سنة 1956. وفي خلال بضعة أسابيع سحب السيد علي المرغني تأييده للأزهري، واستقال عدة وزراء كانوا بيتبعوا له، فسقطت الوزارة. وما كانت دي المرة الأولى اللي يتآمر فيها السيد علي المرغني على الحزب الوطني الاتحادي. ففي عام 1954 عندما استقال من الحزب الوطني الاتحادي كل من مرغني حمزة وخلف الله خالد وأحمد جلي، وكونوا حزب الاستقلال الجمهوري، واللي حظى بتأييد السيد علي المرغني، واللي لم يكن في ذلك العام على اتفاق مع الوطني الاتحادي. وكان الحزب الشيوعي ضالع في عملية الانشقاق اللي حدثت كان في سنة 1956. ودلالة على كده كان أقيمت ليلة سياسية في عطبرة في مايو سنة 1956 قبل الانشقاق بأيام، حيث كان الحزب موحدا لم ينقسم بعد، وكان الصراع مستتر نوعا ما، ولكن كان قد أخذ أبعاد تبشر بأن هناك شيئا ما سيحدث. وفي تلك الليلة السياسية التي حشدت فيها جماهير الختمية وحضرتها بعض قياداتها، دعا إلى تكوين جبهة وطنية من الوطن الاتحادي والختمية والحزب الشيوعي بهدف تأمين الاستقلال ومقاومة الأحلاف. وفي الدعوة دي أظهر عبد الخالق محجوب إن هناك شقين، الوطن الاتحادي والختمية، على الرغم من أن الختمية ليست حزبا سياسيا أو أنها مؤسسة تعمل بصورة مباشرة في العمل السياسي. يعني هي الختمية هي طريقة دينية دائما تمارس العمل السياسي بصورة غير مباشرة من خلال واجهة سياسية، وكانت الواجهة بتاعتها اللي هي الحزب الوطني الاتحادي. ودعوة عبد الخالق محجوب كانت بتبشر بأن هناك شيئا ما كان سيحدث، وواجهة سياسية أخرى غير الوطن الاتحادي قادمة ستلتف حولها جماهير الختمية. وبطريقة غير مباشرة أراد عبد الخالق محجوب أن يقول أن الوطن الاتحادي وطائفة الختمية سيصبحان مؤسستين منفصلتين تماما. إذن كان عبد الخالق محجوب يعرف أن الانشقاق قادم لا محالة، وأن هناك قيادات اتحادية وقيادات الطائفة الختمية عازمون على تكوين حزب جديد يمثل الطائفة الختمية. وهنا قال عبد الخالق محجوب إن الجبهة السياسية تتم بتوافق قوى سياسية ذات اعتبارات شخصية مستقلة عن بعضها البعض في برامجها الكلية، ولكنها تتفق حول قضية لها أبعاد استراتيجية كما حددها لتأمين الاستقلال. وهي إشارة كان أراد بها إن الوطن الاتحادي والختمية شخصيتان مستقلتان، وهي تورية سياسية تؤكد إن الحزب الشيوعي كان فعلا ضالع في الانشقاق اللي حدث في الوطن الاتحادي سنة 56. والشيء الملفت في تلك الأحداث وكل أصابع الاتهام كانت بتشير إلى أن الحزب الشيوعي قد ساهم مساهمة فاعلة جدا في عملية انشقاق الوطن الاتحادي وتكوين حزب الشعب الديمقراطي للطائفة الختمية. وبعد الانشقاق يصدر الحزب الشيوعي بيان يتأسف فيه على الانقسام ويقول فيه إن الحالة المؤسفة التي وصلت إليها البلاد جراء الانقسام الراهن بين القوى الوطنية تدعونا لمخاطبتكم بضمير مخلص
لخلق الظروف الملائمة لتخفيف حدة التوتر القائمة الآن، وإيجاد نقاط اتفاق مشتركة تدفع بعوامل الانقسام إلى الخلف، مما يساعد بدوره على بناء وحدة وطنية تحمي الوطن وتعزز استقلاله. إننا ننظر بعين القلق إلى المصير المظلم الذي يمكن أن تصل إليه بلادنا العزيزة إذا ما قدر لحالة الانقسام أن تستمر. والبيان ده كان جاء لكي ينفي التهمة عن الحزب الشيوعي ويظهر الشيوعيين أو الشيوعيون بأنهم ضد الانقسام، وإنهم بيعملوا من أجل جمع الشمل ولم الصف ووحدة الحزب، رغم إنهم هم الذين خططوا للانقسام وتابعوه خطوة بخطوة وجندوا كل طاقاتهم من أجل ذلك، ثم أعلنوا فيما بعد عنه بطريقة غير مباشرة قبل أيام من حدوثه، فضلا عن الحملات العدائية والهجوم المتواصل اللي كان بيشن الحزب الشيوعي على قادة الحزب الوطني الاتحادي. هنا بدأت بعد الانقسام الخطوات العملية في السر والعلن في بناء تحالف بين الحزب الشيوعي وحزب الشعب الديمقراطي، وبدأ الاستقلال اللي هو استقلال الحزب الشيوعي للحزب الجديد، الحزب الجديد اللي هو حزب الشعب الديمقراطي التابع لجماعة الختمية، وتسخيره من أجل دعم المخططات الشيوعية. وبدأ جماهير الطائفة الختمية تتلقى الإشارات من زعيمها لمعاضدة ومساندة نشاطات الحزب الشيوعي، في اعتقاد أن ذلك سيؤدي إلى تحجيم دور وفاعلية الحزب الوطني الاتحادي. أما عن استغلال الشيوعيين لحزب الشعب الديمقراطي وكسر هيبته وجعله حليفاً تابعاً لتنفيذ سياسات الشيوعيين، هذا الاستقلال بدأ ينعكس في تذمر عدد من القيادات التي نجحت في إضعاف التحالف فيما بعد، التحالف مع الحزب الشيوعي فيما بعد. وهنا يقول الشيخ علي عبد الرحمن زعيم حزب الشعب الديمقراطي منتقدا سياسة الشيوعيين: وقد اقتنعت بالممارسة والتجربة أن أي فرد أو جماعة أو هيئة أو منظمة لا تدين بالماركسية لا تستطيع أن تتعامل مع الحزب الشيوعي السوداني إلا تعاونا محدود النطاق محدود الزمن، وذلك إلى 3 أسباب. قال: الأول، يحاول الحزب الشيوعي باستمرار أن يقود الآخرين ويتزعم المتحالفين معه بالرغم من قلة حجمه، فيتسلق على أكتافهم إلى أن يصل من قادته إلى القيادة. والثاني، لا يستهلك الشيوعيون خطا سياسيا أو لا يسلك الشيوعيون خطا سياسيا موحدا، فتراهم أحيانا يميلون ذات اليمين وأحيانا ذات الشمال، فقد تعاونوا مع حزب الأمة ومع الأخوان المسلمين حينما انضموا جميعا صفا واحدا لمحاربة نظام عبود. الثالث، لا يقبل الشيوعيون بسهولة أن يتعاونوا مع أي حزب آخر تعاونا شريفا يخضع للمنطق وتحقيق المصلحة، بل كانوا دائما أو كان الحزب الشيوعي دائما يجر ذلك الحزب إلى تغييبه وفناء شخصيته، واضعا في حسابه باستمرار أن مصلحة الحزب فوق مصلحة الوطن، وإن الولاء للشيوعية ينبغي أن يوضع في رأس قائمة النضال، ثم بعد ذلك يأتي الولاء للوطن. ومنطقهم في كده إن الشيوعية فلسفة أممية شاملة، والولاء للوطن أو الولاء لوطن ما أو لشعب ما يجيء ضمنا باعتبار أن العالم كله سيكون وطنا للشيوعية، والشعوب كلها ستتطور حتى تنضوي في لواء الشيوعية.
واستمرت العلاقات السياسية بين تحالفات وصراعات منذ الاستقلال أو استقلال البلاد حتى نهاية عام 58، حيث شهدت الساحة السياسية صراعاً عنيفاً حول قضية المعونة الأمريكية، وبدت العلاقات في تدهور بين حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي حتى دخول الانتخابات في مارس سنة 1958، واللي فاز فيها الوطن الاتحادي ب45 مقعد أو دائرة انتخابية، بينما فاز حزب الشعب الديمقراطي ب22 مقعد أو مقعد، وحزب الأمة ب63 دائرة، والأحزاب الجنوبية ب37 دائرة. وفي الحملة الانتخابية دي شن الوطن الاتحادي أو حزب الوطن الاتحادي هجوم عنيف على الطائفتين اللي هم الطائفة الختمية وطائفة حزب الأمة، حيث أصدر بيانا اتهم فيه الحكومة الائتلافية بالتفريط في مصلحة الوطن وبتطويع قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية لخدمة مآرب الحزبية، وإنها بتقود البلاد إلى حافة الإفلاس. وفي ذات الوقت أصدر الزعيمان السيد عبد الرحمن المهدي والسيد علي المرغني بيان على إثر إعلان نتيجة الانتخابات البرلمانية في 17 مارس سنة 1958. قالوا فيه بمناسبة ظهور نتائج الانتخابات دي واستقبال البلاد لعهد برلماني جديد، نؤكد لجميع المواطنين أننا ما زلنا وسنظل على أتم الوفاق والصفاء لمصلحة الشعب، ذلك الوفاق الذي جنت البلاد الكثير من ثماره في العامين الماضيين، والذي نأمل في ثقة تامة أن يخطو بالبلاد في العهد الجديد خطوات واسعة في طريق العزة والعمران والأمن والاستقرار. وفي ظل حكم ديمقراطي سليم يراعي العدالة بين جميع طبقات الشعب ويعمل على حماية الأمن وصيانة الاستقلال، ونحن إذ نعلن ارتباطنا الوثيق وأداءنا المتين وتعاوننا الصادق، نرجو من جميع المواطنين في كل أنحاء البلاد ألا يستمعوا إلى ما يطلق بعد ذوي الأغراض من الشائعات، والله الموفق. ده كان بيان حزب الأمة وحزب الشعب الديمقراطي. وحول هذا التحالف يقول محمد أحمد محجوب في كتابه الديمقراطية في الميزان: لقد كان التحالف بين المهدي والمرغني أعظم كارثة مني بها تاريخ السياسة السودانية. في هذا التحالف سعى عدوان لدودان مدى الحياة بدافع الجشع والتهافت على السلطة والغرور والمصالح الشخصية إلى السيطرة على الميدان السياسي. هنا نرجع للتحذير الذي ختم به السيدان اللي هم السيدان، خطابهم بيانهم كان مقصود به الحزب الاتحادي اللي كان بيشن هجوم عنيف على الطائفية في الوقت اللي كان فيه الحزب الشيوعي بيرتب أوضاعه من أجل التحالف مع الطائفة أو الطائفية. ومن المفارقات العظيمة في انتخابات 58 كان سقوط الشيخ علي عبد الرحمن أمام مرشح الحزب الوطني الاتحادي نصر الدين أو سيد نصر الدين بأغلبية كان قدرها 2344 صوت في دائرة الخرطوم بحري، ودي كانت معقل السيد علي المرغني، حيث الدائرة الانتخابية كانت بتحوي دائرة الطائفة الختمية ومقرها الرئيسي وإقامة السيد علي. ورغم كده كان السيد علي المرغني كان هو اللي بيشرف إشراف مباشر على مجريات الأمور في هذه الدائرة. خرجت جماهير غفيرة اللي هي جماهير الحزب الوطني الاتحادي طوال أيام الانتخابات
وبعدها، وكانت بتهتف الدائرة اليمين لنصر الدين وغيرها من الهتافات. واستمر سجال بين القوى السياسية، حيث كانت تنفض تحالفات وتنعقد أخرى، وكلها كانت ضد الوطن الاتحادي. ثم جاءت المعونة الأمريكية في السجال الدائر بين القوى السياسية، فاختلفت القوى السياسية حول المعونة الأمريكية بين موافق ورافض لها، الأمر الذي أدى إلى تصدع جدار التحالف الطائفي بعد أن أجازت حكومة عبد الله خليل الموافقة على المعونة الأمريكية في البرلمان. أكتفي بهذا القدر من حلقتنا، وأحب أن أنوه أن كل ما ذكر في الحلقة فهو من مصادر ومن أشخاص قد عايشوا تلك الحقبة، وما أنا إلا ناقل محايد تماما. إلى حين أن ألقاكم في قصة جديدة، إذا كان البرنامج بيدور في دائرة اهتماماتكم ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. كنت معكم أنا سناء إدريس، في أمان الله.